وصل وفد أول من بعثة المنتخب المغربي إلى العاصمة القطرية الدوحة قادما من مدينة الرباط. أسود الأطلس من المقرر أن يغادروا لاحقا إلى الإمارات العربية المتحدة لخوض مباراتهم الودية التحضيرية الأخيرة أمام جورجيا يوم الخميس المقبل قبل العودة مجددا إلى مقر إقامتهم في الدوحة. الجدير بالذكر أن منتخب المغرب أوقعته القرعة في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا، وسيستهل مشواره في الحدث الكروي المرتقب أمام وصيفة بطل العالم كرواتيا في استاد البيت يوم 23 من نوفمبر الجاري. تزين الفندق الذي تقيم فيه البعثة المغربية بالرايات والأعلام ترحيبا بعناصر المنتخب المغربي. هذا بالإضافة إلى موقعه المميز يوفر الفندق أرقى وسائل الراحة والسلامة اللتين يحتاجهما أي منتخب كي يتفرغ للتركيز على ما ينتظره من منافسات. أمين السبت يأخذنا في جولة داخل مقر إقامة المنتخب المغربي للتعرف على أبرز مرافقه. وسط أبراج الدوحة الفاخرة يرتفع مقر إقامة المنتخب المغربي في قلب منطقة الأعمال والتسوق المزدهرة موقعه، وعلى زرقة البحر الرائعة إطلالته. إدارة الفندق خصصت طابقين لإقامة اللاعبين ومن يشتغلون في الصفوف الأمامية وراء المنتخب. ضمان الخصوصية واحترام بروتوكولات الأمن والسلامة أمران ضروريان بل مفروضان. طبعا احنا سعداء جدا جدا، انا كمدير والفريق كله بتاع الفندق هنا ان احنا نستضيف فريق المغرب، فريق عربي، وان شاء الله ان احنا نكون وشنا حلو عليهم ويكملوا للدور الثاني. طبعا الاستعدادات احنا كان عندنا استعدادات قبل كده كتير في كاس العرب وبطولات اخرى، فالمره دي طبعا الاستعدادات تكون اكتر وافضل، وعاملين لهم اماكن خاصه ليهم بالنسبه للاكل وبالنسبه للاماكن اللي هيناموا فيها وبالنسبه لاماكن الترفيه بتاعتهم كمان. يوفر الفندق كل احتياجات المنتخب بأهمية فائقة، غرف فسيحة وعصرية مع إطلالات خلابة، قاعة مجهزة للاجتماعات وأخرى للترفيه والاستمتاع بالوقت، مسبح خارجي وآخر داخلي يشمل غرف البخار واستعادة اللياقة، وإلى جانبه صالة رياضية مزودة بالمعدات اللازمة، دون إغفال قاعة واسعة لتناول الطعام الذي تم التفاهم على نوعيته بعناية شديدة. في الأسابيع الأخيرة كنا نعمل على ضبط تقاليد الأكل المغربي لنعرف تماما ما يحبه ويفضله اللاعبون قبل تجهيزه، ونقدم لهم أفضل الأطباق ليكونوا على مستوى التطلعات خلال البطولة. احنا فرحانين جدا بتواجد المنتخب المغربي، فرصة ما كتعود، وإن شاء الله وجدنا لهم كل شيء، يعني المسألة الأمنية والأكل وكل شيء والترفيهية، وإن شاء الله الله يربحهم إن شاء الله ويفوت كل شيء على خير إن شاء الله. ينفرد كأس العالم في قطر بتقارب المسافات، وهو ما يجعل منها نسخة مختلفة عن سابقاتها. لا يتطلب الذهاب من مقر إقامة أسود الأطلس إلى مركز التدريبات سوى ل15 دقيقة، وإلى ضعف المدة لبلوغ استادي المباريات الثلاث البيت والثمامة، وفي هذا التقارب إيجابيات عديدة. داخل هذه الغرف يخلد لاعبو المنتخب المغربي للراحة بعد يوم مليء بالجهد والمثابرة. كل الظروف مهيئة لينعم اللاعبون بكل شروط الراحة والخصوصية. تاريخ المغادرة ستحدده الأقدام في الملعب، على أمل أن يطول المقام وتصل الأسود إلى أبعد مرحلة ممكنة. من مقر إقامة المنتخب المغربي، أمين السبت، بي إن سبورتس، الدوحة. هذا وعلمت بي سبورتس أن الإصابة التي تعرض لها يوم السبت اللاعب المغربي زكريا بوخلال خفيفة ولا تدعو للقلق. وقال مصدر داخل المنتخب المغربي لقنواتنا إن اللاعب في حالة جيدة. وكان بوخلال قد استبدل في بداية الشوط الثاني من مباراة فريقه تولوز الفرنسي ضد رين في الجولة 15 من الليغ بعد تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ أجبرت مدرب الفريق فيليب مونتانييه على استبداله. وذكرت مصادر بين سبورتس أن المهاجم المغربي زكريا بوخلال سيكون متواجدا في الدوحة هذا الاثنين مع بقية زملائه المحترفين في أوروبا.
للحديث أكثر مشاهدينا عن وصول بعثة المنتخب المغربي إلى العاصمة القطرية الدوحة، ينضم إلينا مراسلنا أمين السبتي من مقر إقامة المنتخب المغربي. أهلا ومرحبا بك معنا أمين. كيف هي الأجواء بعد وصول بعثة المنتخب المغربي إلى مقر إقامتها هنا بالدوحة، وهل تواجدت الجماهير المغربية بكثرة لاستقبالها؟ أهلا بك ناتالي وبك إسلام وبكل مشاهدي قنوات بين سبورتس. بالفعل أجواء كانت رائعة عند وصول حافلة المنتخب المغربي التي ضمت 7 لاعبين فقط بالإضافة إلى المدرب والإطارين الفني والتقني، في انتظار أن تصل دفعات أخرى من اللاعبين بعد أن ينهوا أمورهم مع أنديتهم الأوروبية. علمت مصادرنا قبل قليل أن أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان وزياش حكيم زياش مهاجم نادي تشيلسي سيصلان الليلة في ساعة متأخرة. أجواء كما أشرت كانت رائعة، عدد كبير من الجماهير المغربية والجالية المغربية المقيمة بقطر كانت متواجدة هنا عند مدخل مقر الإقامة، ما يقارب 100 إلى 150 شخص غنوا احتفلوا وشجعوا المنتخب المغربي أو المتواجدين من البعثة، بالإضافة إلى ما جهزته وأعدته إدارة الفندق لاستقبال البعثة المغربية. كان هناك أجواء رائعة، غناء طرب وهزيج مغربية تم استقبال بها القادمين في انتظار البقية. نعم أمين، متى متوقع أن يبدأ المنتخب المغربي تدريباته؟ بداية من المتوقع أن يزور كل من المدرب والمتوفرين حاليا من لاعبين أن يزوروا يوم غد مقر التدريبات، وهو بالتحديد في نادي أدحيل، أي ملاعب الخارجية لنادي أدحيل. ستتم زيارة للمكان في انتظار أن يأتي بقية اللاعبين ويبدأ وليد الركراكي خطته الإعدادية القبلية لكأس العالم. بطبيعة الحال كما يعلم الجميع هناك مباراة ودية يوم 17 في الشارقة الإماراتية مع منتخب جورجيا، وهناك حديث ليس رسميا إلى حد الآن عن إمكانية إجراء مباراة أخرى مع نادي أدحيل. نعلم جيدا أن وليد الركراكي استلم الدفع الفني للمنتخب المغربي في وقت قصير بعد إقالة وحيد خليلوزيتش. تنتظره رهانات كبيرة، لم يكن له وقت كافي لتجريب عدد من العناصر أو لإدخال تغييرات على التشكيلة بالنظر إلى الوقت الكبير الذي قضاه أو قضته هذه التشكيلة في الحقبة السابقة. قام ببعض التغييرات كما يعلم الجميع، أبرزها عودة القناص والهداف عبد الرزاق حمد الله، بالإضافة إلى عدد من الأسماء الجديدة. شكرا جزيلا لك أمين السبتي، كنت معنا مباشرة من مقر إقامة المنتخب